قرار عاجل من إنزاجي تجاه مالكوم قبل مواجهة الهلال والاتفاق. كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال سيحدد خلال اليومين المقبلين قراره النهائي بشأن الدفع بالبرازيلي مالكوم فيليب من عدمه أمام الاتفاق. ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم السبت المقبل على ملعب إيغو في الدمام ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وبحسب ما ذكرته التقارير فإن إنزاجي سيدرس برفقة الإسباني خوان خيمينيز رئيس الجهاز الطبي مدى قدرة مالكوم على المشاركة ضد الاتفاق من عدمها. وقطع الجناح البرازيلي شوطا كبيرا في التعافي من إصابة مفصل القدم، وشارك البرازيلي مالكوم 28 عاما في جزء من التدريبات اليومية للفريق الاثنين الماضي. وأكمل مالكوم برنامجه التأهيلي داخل عيادة النادي، علما بأنه كان قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال قمة الأهلي بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وتسببت إصابة الجناح البرازيلي في غيابه عن مباراتي الأخدود في الدوري وناسف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة. وأعلن الحساب الرسمي للنادي حينها أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوع و10 أيام. وتألق مالكوم مع الزعيم خلال الصيف الماضي في كأس العالم للأندية 2025 حيث شارك في 5 مباريات، وتألق أمام مانشستر سيتي التي كسبها الفريق بنتيجة 4-3. وشارك النجم البرازيلي منذ بداية الموسم في 4 مباريات بجميع البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.